تخيل إنك في يوم بتصحى من النوم وتسمع صوت بيقولك صباح الخير. تفتكر مين؟ شخص من العيلة؟ حد من صحابك؟ لا، ده صوت ببغاءك. إزاي طائر بريش من غير شفايف ولا حنجرة زي البشر بيقدر يقلد صوتك بدقة غريبة وبيفاجئك كل يوم بكلمة جديدة؟ إيه السر؟ سحر ولا علم ولا الاتنين مع بعض؟ في الفيديو ده مش بس هنجاوب على سؤال إزاي الببغاء بيتكلم، لكن كمان هنتعمق في دماغ الببغاء ونكتشف إزاي بيفكر وبيتعلم وبيفهم، وهنعرف ليه العلماء لحد النهاردة مندهشين من قدراته وليه ممكن يكون أذكى مما إحنا متخيلين. هل هو بيكرر الكلام لمجرد التقليد؟ ولا في ببغاوات فعلاً بتفهم اللي بتقوله؟ إزاي بيميز بين الأصوات؟ هل ممكن يضحك عليك ويقول لك حاجة ما توقعتش تسمعها منه؟ كل ده وأكتر هنعرفه حالاً، بس قبل ما نبدأ، لو مهتم بعالم الحيوان والغرائب دوس لايك واشترك في القناة علشان توصلك كل الحلقات الجاية. ويلا بينا نبدأ الرحلة اللي جوه عقل الببغاء، الطائر اللي بيتكلم زي الإنسان وأحياناً أحسن. قبل ما نعرف إزاي الببغاء بيتكلم، لازم نفهم هو مين أصلاً وبيجي منين وبيعيش إزاي. الببغاوات هي مجموعة من أكتر من 400 نوع مختلف من الطيور، وبتنتمي لعائلة اسمها سيتاكيفورميز، واللي بتضم الببغاوات العادية والببغاوات الكبيرة زي الكوكاتو والمكاو. الموطن الأصلي للببغاوات بيكون عادة في المناطق الاستوائية زي غابات الأمازون في أمريكا الجنوبية، أستراليا اللي فيها أنواع نادرة جداً، وأجزاء من أفريقيا وآسيا. طيب، إيه اللي بيميز الببغاء عن باقي الطيور؟ أول حاجة، منقاره القوي المعقوف اللي بيستخدمه في كسر المكسرات وتسلق الأشجار. تاني حاجة، أرجله الزينية، يعني عنده إصبعين قدام وإصبعين ورا، وده بيساعده يتحكم في الأشياء زي الإيد بالظبط. وتالت حاجة والأهم، دماغه. العلماء بيصنفوا الببغاء من أذكى الطيور في العالم مع الكوربت، الغراب والعقرب. قدراته العقلية مش بس في الكلام، لكن كمان في اللعب، حل المشكلات والتفاعل الاجتماعي. بعض الأنواع زي الببغاء الرمادي الأفريقي African Grey اتعرفت عالمياً بقدرتها العالية على الكلام وتقليد الأصوات بدقة. في نوع تاني اسمه أمازون بارت، كمان ذكي وبيتكلم كويس، بس نبرة صوته مختلفة. الببغاء في بيئته الطبيعية بيعيش في مجموعات وبيستخدم أصواته علشان يتواصل مع باقي السر، وده بيوضح لينا إن الصوت والتواصل عنده جزء أساسي من حياته، مش حاجة سطحية. وعلشان كده لما بيعيش في بيت مع بشر بيبدأ يتعامل معاهم كأنهم السرب بتاعه، وبيقلد أصواتهم كنوع من التفاعل. ومن هنا نقدر نبدأ نفهم إزاي الببغاء قدر يتطور ويبقى عنده المهارة العجيبة دي، وده اللي هنكتشفه في الجزء الجاي. دلوقتي جاي وقت السؤال الأهم، الببغاء بيتكلم إزاي؟ يعني فعلياً إزاي بيطلع صوت بشري رغم إنه طائر؟ والإجابة هنا مدهشة جداً. أول حاجة لازم نعرف الفرق بيننا وبين الببغاوات من الناحية الصوتية. إحنا كبشر بنعتمد على حاجة اسمها الحنجرة larynx اللي موجودة في الزور وبتحتوي على الأحبال الصوتية. بنغير الصوت باستخدام اللسان، الشفايف وحتى الأسنان أحياناً. لكن الببغاء ما عندوش ولا واحدة من دول. الببغاء بيعتمد على عضو تاني خالص اسمه السرينكس. إيه هو السرينكس؟ ده عضو صوتي موجود عند قاعدة القصبة الهوائية، عند النقطة اللي بتتقابل فيها مع الشعب الهوائية داخل الجسم، وده بيخلي السرينكس أقرب للرئة، وده بيخليه ينتج أصوات غريبة ودقيقة. السرينكس ده مختلف تماماً عن الحنجرة. تخيل إنه آلة موسيقية صغيرة جوه صدر الببغاء، بيقدر يطلع بيها أصوات معقدة وبيغير فيها النغمة والحدة والسرعة بدقة غريبة جدا. ليه الببغاء تحديداً بيقدر يعمل كده؟
لأن السرينكس عنده متطور أكتر من معظم الطيور. الببغاء يقدر يتحكم في العضلات الدقيقة حوالين السرينكس، وده بيديله قدرة شبه احترافية في تشكيل الأصوات. ده غير إن عنده سمعه قوي جداً، بيساعده يميز ويقلد النغمات اللي بيسمعها. يعني الببغاء مش بس بيحاكي الصوت، هو بيحلله وبيفهم نغمته وبيحاول يقلده بدقة عجيبة. وده معناه إنه يقدر يقلد صوت طفل، صوت راجل، أو حتى صوت باب بيتقفل. وممكن يقلد نغمة موبايل أو صوت إنذار أو أي حاجة يسمعها كتير حواليه. تخيل إنك سايب الببغاء لوحده في البيت وترجع تلاقيه بيقلد صوت الميكروويف أو بيقول جملة سمعتها في فيديو. طيب يا ترى لما الببغاء يقول لك هاي أو بحبك، هو فاهم هو بيقول إيه ولا بيقلد الصوت وخلاص؟ المفاجأة بقى إن في ببغاوات فعلاً فاهمة اللي بتقوله، مش هزار. في أنواع مش بس بتقلد، لأ، دي بتفهم وبترد كمان. فيه ببغاوات بتتكلم أكتر من لغة حسب البيئة. لو صاحبه بيتكلم عربي وإنجليزي هيقلد الاتنين، بس مش هينطق بوضوح زي الإنسان، هتبقى تقليد بصوته الخاص. الببغاء مش بس طائر بيغلد الصوت، ده كائن ذكي اجتماعي وعنده قدرة فريدة بتخليه يشبه الإنسان أكتر مما تتخيل. لو عندك ببغاء، افتكر دايماً إنك بتتعامل مع عقل واعي بيحاول يتواصل بطريقته. شكراً ليك إنك كملت الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو عايز فيديوهات أكتر عن غرائب الحيوانات. وسؤال الحلقة، لو عندك ببغاء، أول كلمة هتعلمه يقولها إيه؟ اكتبها في الكومنتات.